والله ما اقصدش، بس يعني يا ابني انت دول عالم تالت يلا، يعني انت يعني ايه توكسيك؟ الناس ماشيه في مصر كل واحد بيقول على التاني توكسيك، ميلز وفيميلز. بتهزروا والله بتهزروا، عمالين بتعيبوا في بعض وانتوا الاتنين عيوب. انت واصل لك ده؟ انتوا الاتنين عيوب، مش مدين نفسكم الفرصه انكم تقبلوا بعض. صباح الجمال. طيب احنا النهارده الجمعه الجو حر جدا. آم، احنا هنا 35. اوكي، 35 في ألمانيا دي حر جدا. يعني لا، وهنا مفيش تكييفات ومراوح. الكادر مش هيبقى حلو بس قشطة، نفتح بس الشباك يعمل شوية هوا. مهم، في حته عايز اتكلم عنها بخصوص موضوع التوكسيك، لان لسه حد بس كان باعت لي بيقول لي يعني فيما معناه انا مش عايز اتجوز حد توكسيك، يعني عايز يوم ما افكر اتجوز ما اتجوزش حد توكسيك يأثر على عيالي بعد كده. صاحبي معلش والله فعلا انت مش قادر تدرك ان احنا دول عالم ثالث. والله العظيم احنا دول عالم ثالث، يعني عندنا مشاكل ما يكفي من المشاكل. فما تقعدش تفترض اصل ده توكسيك اصل ده مش عارف ايه، كلنا عندنا مشاكل نفسيه. فبطل كونسبت انه لا انا مش عايز اتجوز حد توكسيك، انا مش عايز اتجوز حد ما عندوش مشاكل نفسيه. وبطل اغنيه ان طول الوقت في حد عنده مشاكل نفسيه. يا جماعه احنا بقينا بنتلذذ ان احنا نقعد نشاور على بعض، كل واحد يشاور على التاني. لا ده انت توكسيك، لا ده انت عندك مشاكل نفسيه. يا جماعه انتوا ليه كده؟ ليه؟ مش عارف اقول الكلام ده صح ولا غلط، بس احنا بقينا شواذ. يعني احنا اللي بقينا شواذ بالمقارنه مع الناس هنا في المانيا. يعني من كتر ما احنا العلاقات احنا ما بنلحقش نعيش، يعني احنا ما بنلحقش نحب، ما حدش بيلحق يحب التاني وبيتخانقوا. عارف يعني ايه؟ يعني والله فعلا احنا واصلين لمرحله ان الفطره البشريه اللي ربنا فطرنا عليها احنا مش ماشيين بيها. يعني انا اسف والله في اللي انا بقوله ده، وممكن ابقى غلط، فما تاخدش الكلام مطلق. هم هنا بيعملوا علاقات غلط حرام بس ماشيين على الفطره، احنا ماشيين بنتخانق مع بعض. احنا دول عالم ثالث يا بيه. بطل التفكير بتاع انه توكسيك، كلمه سخيفه جدا. وتاني هم هنا غلط، هم هنا العلاقات بتاعتهم مش طويله الامد، بس وقت ما بيبقى في علاقه بيحبوا بعض. وقت ما بيبقى في علاقه الجزء الحرام بالنسبه لنا خلاص هو حرام، جزء مقفول. بس احنا وصلنا لمرحله انه لا احنا ما بقيناش بنقبل عيوب بعض، احنا بنقعد نتخانق مع بعض، كل واحد يطلع عيوب في التاني، وكلنا كل واحد عايش لوحده وفاكرين ان احنا كده صح. لا هو احنا كمان غلط، يعني احنا كده شواذ. الحاجه التانية انا لقيت بالمناسبه الجدول، ثانيه واحده، الجدول اللي انا كنت قلت لكم عليه انا ما اعرفش. moment. انا قلت لكم عليه على فكره، بس انا يعني حابب ان انت تشوف الجدول لانه جدول حلو بصراحه، ورتب لي افكاري. والهدف من الجدول انك تتاكد هل انت بتفكر صح ولا غلط، او هل انت ماشي صح ولا غلط، مش انك تحط فيه الناس اللي ممكن اهو مومنت. طبعا انا خطي بشع، فخلينا بس نغطي على الجزء ده ونحط دي هنا. اوكي ثانيه واحده. اوكي انا ما اعرفش هل هيطلع حلو ولا لا. فكرة الجدول ببساطة انت هنا عندك مثلا المناسب ليك نفسيا دينيا فكريا جسديا. جسديا دي المقصود بيها الجمال يعني. فنفسيا في دفء في استقرار في امان، قادر تثق في الشخص ده. ده بالنسبه لنفسيا. دينيا كدين. فكريا هي واهلها، هل الفكر المنتاليتي بتاعها او بتاعت اهلها لما تروح تقعد مع باباها او تقعد مع مامتها او تقعد مع اخواتها هل هتعرف تتكلم معاهم ولا لا. وجمال انا عايز اتكلم عنها بس لوحدها. بس مثلا رقم واحد هنا مثلا اول شخص نفسيا كان كويس، دينيا كان كويس، فكريا كان كويس، بس شكلا ما كانش عاجبني مثلا فاخد اكس. اوكي وهكذا. بعد كده في اشخاص انا ما عنديش معطيات كافيه عشان اقول هل الشخص ده نفسيا كويس ولا لا، فكنت بقى بحط مربع فاضي. بعد كده طب دينيا هل هو كويس؟ لا اخد اكس بس، وبتكمل باقي المربعات. حد هنا مثلا فكك من هنا مربع فاضي هنا اخد اكس بس. بعد كده كجمال هل هو كان جميل بالنسبه لي؟ خد 50%. 50% دي حلوه يعني، 50% دي اكسبتد. اوكي مثلا حد هنا ده وقتها اللي انا ندمت. الشخص ده مثلا كان اخد 50% في النفسيا، في دينيا 50%، في فكريا 50%، هقدر اقعد اتكلم معاه. وجمالا اخد 100%. ده بالنسبه لي شخص كان مناسب وانا ضيعته. اوكي تكمل كده بالمنظر ده. ما تعرفش حط مربع فاضي، تعرف حط 50%. عملت الكلام ده على كل الفيميلز اللي ممكن اكون صادفتهم مثلا، من باب اني اراجع طريقه تفكيري، هل انا بفكر صح ولا لا، وهل انا ماشي صح ولا لا. الهدف انك تتعلم من الاخطاء. ولكن اهم حاجه بلاش كونسبت اصل هو مش سوي نفسيا، اصل هو توكسيك. تاني كلنا عندنا مشاكل نفسيه، فما تقعدش تفترض لا انا عايز حد مش توكسيك، انا عايز حد مش عارف ايه.
مفيش الكلام ده، كلنا عندنا عيوب بشكل ما، احنا جايين من دول عالم ثالث. حط الكلمه دي في دماغك طول الوقت، الرجاله مضغوطه، الاباء والامهات مضغوطين، فما تحاولش تقنعني اصلا ان هتطلع ناس يعني لا والله اصل الولد والبنت مضغوطين نفسيا هما كمان، يعني بحكم البيئه، بحكم الماديات، بحكم اللي عمال بيحصل حوالينا، فكل الناس مضغوطه، وانت جاي تقول لي توكسيك. توكسيك ايه يا جماعه؟ بس بقى الشاهد يعني ان كله بيحاول يطلع اخطاء في التاني، رجاله وستات، ولاد وبنات بيطلعوا اخطاء، كل واحد بيتلذذ بانه بيطلع اخطاء في التاني. وتاني لو ماشي بالكونسبت ده والله ما هتتجوز، والله ما هتلاقي حد مناسب بالنسبه لك. وبالنسبه للجمال، عشان انا قلت عايز اتكلم على الحته بتاعت الجمال دي بشكل عام، هي جميله او لا، والله يعني ما فيش حاجه اسمها فيكسد، يعني ما فيش لا انا عايز بنت تبقى طويله، لا انا عايز بنت رفيعه، لا اصل انا عايز بنت عينيها زرقاء، ما فيش الكلام ده. انت هتلاقي من وقت للتاني في بنت معينه مثلا من غير سبب هي عجبتها، هي شكلها كده حلو بالنسبه لك، فرق ما بين انا عجباني الشخصيه وعاجبني الجمال. دي غلطه انا كنت بقع فيها، انا كتير جدا كانت بتعجبني شخصيه حد مثلا، بس جمالا انا مش حاسس، مش مشدود، ببقى متضايق وقاعد عمال بطلع في نفسي اخطاء، وانه لا وازاي، والجمال مش كل حاجه. ما تقعدش تضغط على نفسك، لا والله انا مش حاسس. ولما تلاقي نفسك كده، لا من الاول قول لا خلاص، اقفل الموضوع. ما تقعدش تهلك وقت كبير جدا في فكره انه لا انا هقبل شكله مع الوقت. لا انا بكلم الولاد، اوكي؟ الشباب الرجاله هم اللي ممكن يريليت لحاجه زي كده، ولكن خلي بالك، لان في ناس بتوفر قوي في الجمال. يعني انا متخيل ان انا لما هنزل مصر بنسبه 80% مثلا او 90% انا مش هبقى شايف الفيميلز اللي عندنا في مصر. انا اصلا اول ما جيت هنا المانيا، ايه ده احنا معانا كائن جديد عايش معانا في الكوكب، يعني في كائن جديد، انت الكائن ده عمرك ما هتشوفه على السوشيال ميديا. فعشان بس لو انت فاكر ان لا ما انا بدخل اشوفهم مفيش الكلام ده، تحاولش. ولكن انا زي ما قلت قبل كده في فيديو، ميزه حاجه زي دي ايه؟ الجميله في اللي اجمل منها. ففير اوف ميسنج اوت ده ما بقاش موجود. وحاجه كمان، حاجه كمان حلوه جدا، لو انت فاكر انك كل ما تتاخر في الجواز هتاخد حاجه احلى، فانت غلطان جدا. يعني زي بالظبط كده انت عمال بتضيع على نفسك فرص حلوه جدا، يعني وعمال تضيع على نفسك مشاعر حلوه جدا. يا عيني رجاله وستات بيعملوا الموضوع ده، بيضيعوا وقت كانوا ممكن يعيشوا فيه مشاعر حلوه. انا متاكد ان لو كنت اتجوزت مثلا من 5 سنين او 7 سنين مثلا، كنت هعيش حاجات حلوه كتير. انا متاكد ان انا دلوقتي بنسبه 80% ممكن ما اقدرش استشعرها، ممكن ما اقدرش اعيشها. يعني انت وانت طفل صغنن كده وكنت تنبسط لما تتفرج على باتمان مثلا، الدوبامين بتاع انك تتفرج على باتمان ده عبقري جدا. انا ما اعتقدش ان انا لو قعدت اتفرج على باتمان دلوقتي هنبسط بيه. فما تاخرش الحوار ده. ويمكن ده انا شفته مثلا مع شباب، لا لما استقر اكتر واعمل واخلص واعمل فورمه واعمل مش عارف ايه، وبعد كده اقعد اشوف الشخص المناسب بالنسبه لي. انت علشان تعمل الحوار ده انت بتتكلم في 3 4 5 سنين مثلا. 3 4 5 سنين اختياراتك هتختلف تماما. اختياراتك، انا لما سافرت من مصر وجيت هنا قراراتي واختياراتي اختلفت، عشان انت بقيت محتاج حد المنتاليتي بتاعته اقوى، حد المنتاليتي بتاعته اكبر، حد ناضج اكتر، حد يقدر يدوس معاك في الحياه، لان الحياه هنا مش سهله. لو لقيت حد شايف انه يلا دي هنسافر بقى وخروجه ونغير جو ونتفسح، الدنيا انت هتعمل كده، بس الدنيا مش بالسهوله دي. ولكن عشان برضو انا غلطت الغلطه دي، ما تقعدش تخوف الشخص اللي معاك. يعني مثلا انا كان في بنت ما شاء الله اكبر مناسبه جدا، ولكن انا حبيت اتست هل هي هتقدر تستحمل الغربه ولا لا، هل هتقدر تستحمل الحياه ولا لا. فكنت بحاول اخوفها او بحاول اضغطها وانا مش واخد بالي ان انا بخوفها، بس عايز اشوف هل هي يلا انا معاك وفي ظهرك ومش عارف ايه. ده كان تفكير غلط مني جدا. يعني صباح الفل، انت بتقول ايه يعني؟ ما تنتظرش من فيميل انها تبقى قويه بالشكل ده. هي مش واحد صاحبك، هي مش راجل مثلا فيلا انا في ظهرك ويلا نعمل ونكسر الدنيا، مفيش الكلام ده. هي فيميل طيبه كده كيوت على قدها. احنا بس الزمن غيرنا فبقينا بندور على رجاله. حتى الكلمه دي قلتها للدكتور زميلي، يعني كان بيقول لي يعني البنت دلوعه. قلت له يا اسطى انت عايز تتجوز راجل، يعني انت حلك انك تتجوز راجل، انت مش عايز بنت.